أقل على نعمة الصحة والعافية والأموال والزوجة والأولاد والبنين والأمن الذي تعيش فيه. أسأل الله أن يحفظ على الكويت أمنه وأمانه، وأن يحفظ على الكويت هذه النعمة العظيمة، نعمة الالتقاء في بيوت الله. والله إنها نعمة تحفظ دولة الكويت بها بإذن الله. هل شكرت الله على نعمة العقل؟ إيه نعمة العقل دي؟ سألني طلبني إخوانكم في مدينة المعادي بالقاهرة، قال يا شيخ محمد عاوزين نعمل زيارة لمستشفى الأمراض العقلية. قلت جميل والله، هذه لفتة كريمة جدا لم تخطر لي على بال من قبل. قالوا عندنا مستشفى قريبة هنا، هنأخذ بعض الهدايا ونذهب. توكلنا على الله. والله يا إخواني قدر الله أن تكون الزيارة لأول عنبر في المستشفى للنساء، عنبر مليء بالنساء. فقدنا العقل. وجاءت فتاة يشهد ربي من أجمل ما خلق ربك، من أجمل ما خلق ربك. ثم اقتربت مني بصورة يعني أخافتني، وأخذت الغطرة، كنت ألبس غطرة بيضاء على رأسي، أخذتها ووضعتها على رأسها، ثم خلعتها وألقتها على الأرض، ثم أخذتها من على الأرض ووضعتها على وجهي. كل هذا في ثوان معدودات. ثم ضحكت بطريقة هستيرية، وفجأة وجدتها تخلع ملابسها كما ولدتها أمها. فقلت الله أكبر، وخرجت أجري، فأخبروني أن هذه من أسرة ثرية جدا، وخرجت إلى هذا المكان من كلية الطب بعدما فقدت عقلها. طالبة غنية جميلة فقدت عقلها. قلت أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. ما فكرت فيها، والله ما فكرت فيها. أن تعقل الكون، أن تعقل الخلق، أن تعقل الحياة، فضلا عن النعم الأخرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هي آية سورة النحل. استمعنا اليوم إلى سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار يجحد نعم العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وأن يشكر فلا يكفر، حق التقوى. طيب، صفات المتقين موضوع كبير.